في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. أغلق الجهاز الفني نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال صفحة مباراة القمة أمام الأهلي، والتي خسرها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل. خاض الزمالك في الجولة الأولى مواجهة المصري البورسعيدي وحقق الفوز بنتيجة 4-1، وفي الجولة الثانية باي وفاز في الجولة الثالثة على بيراميدز بهدف دون رد، وتعادل مع إنبي سلبيا في الأسبوع الرابع، وخسر القمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة. ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في 8 مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بدوري نايل. تنقل قناة اون سبورت مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري، ويسبق اللقاء استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. ويتبقى للزمالك مباراتان أمام سموحة ثم سيراميكا يحتاج الفوز فيهما ليحصد 6 نقاط ويصل إلى النقطة 56 دون النظر إلى نتائج المنافسين. ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز الذي يمتلك ذات الرصيد من النقاط، بينما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة.